اهلا ومرحبا بكم في قناتي. اليوم في هذا الفيديو جبت لكم مشروب خاص بعلاج لاغريب، وهو مشروب تشينا او البرتقال، وهو يتناسب مع فصل الشتاء بما اننا رانا في ايامه، ولاننا كلنا معرضين لنزلة البرد في هذا الفصل. الله يبعد علينا المرض يا رب. قبل ما نبداو كالعادة ما تنساوش تدعموني بالاعجاب والاشتراك في القناة والبارتاج لتعم الفائدة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. احنا دائما اذا قشرنا تشينا او البرتقال نرمي القشرة على اساس اننا ما نحتاجوهاش، وهذا خطأ كبير. قشور البرتقال فيها فوائد كثيرة، نقدروا نستعملوه لتداوي من نزلات البرد او الانفلونزا او لاغريب. واليوم في هذا الفيديو راح نقول لكم على طريقة استعماله، وهي سهلة جدا. نغسل البرتقال مليح بشوية ملح وماء، ننظفوه مليح باش الا فيها حاجة لاصقة او هذيك النقاط السوداء اللي ساعات نلقاوها في القشرات تنحى. من بعد نقشر البرتقال عادي، نحاولوا نحو القشرة البيضاء اللي تجي بين القشرة والبرتقالة كما راكم تشوفوا. قطعوه بالسكين قطع صغيرة بهذه الطريقة، واذا كانت كمية كبيرة حطوه في كيس بلاستيكي مغلق مليح ونديروه في المجمدة والكونجيلاتور. وين حسينا بداية لاغريب نحطو مغرف كبيرة من القشرة على كاس ماء مغلي ونغطوها ونخلوها حتى تفتر، مش بارد ولا سخون، يكون دافي، وتشرب رايحة تنحي لاغريب والبحة في دقيقتها. كما لهذا المشروب فايدة كبيرة جدا إذا تشرب صباح على الريق في الصيف أو الشتاء. وهذه كانت وصفتنا لليوم أو مشروبنا بسيط وفيه فوائد كثيرة. نتمنى أنكم تجربوه وتبعثوا لي باقتراحاتكم وتعليقاتكم، إن شاء الله نكون قدرت نفيدكم، ويا ربي يشفي كل مريض. وفي الأخير ما تنساوش تدعموني بالإعجاب والاشتراك في القناة والبارتاج لتعم الفائدة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل جديد. وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله.